جوه كل واحد فينا نسخة أقوى أنجح نسخة لسه ما ظهرتش. الفرق بينك وبين النسخة دي قرار إن أنت تبدأ تلتزم، قرار إن أنت تغير كل حاجة. أنا محمد أشرف، مدرب معتمد، وهساعدك إن أنت توصل لهدفك بخطة تدريبية معينة، بخطة تغذية مخصوصة ليك، وهمشي معاك خطوة بخطوة أونلاين لحد ما توصل لحلمك. خلي هدفك حقيقي وابدأ الرحلة. مشاهدينا الكرام، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الرياضة والتغذية. كل عام وأنتم بخير. خلينا نتكلم النهاردة ونخش في الموضوع على طول عن حاجة شائعة وبتحصل كتير جدا لناس اللي عاملين دايت أو الناس اللي بيتمرنوا. أول مرحلة أنت بتعمل فيها دايت، أنت وزنك بينزل بسرعة جدا وبتشوف تطور حلو جدا، وأنت بتبقى مبسوط وبتبقى شايف حاجة حلوة وبتفضل مكمل، وده بيديك حماس. بتوصل لحد مرحلة معينة بتبتدي تشوف تطور بطيء جدا وبيحصل ثبات في الوزن. طيب خلينا نتكلم في موضوع ثبات الوزن ده قبل ما نتكلم في التطور البطيء اللي بيحصل لجسمك. ليه بيحصل ثبات في الوزن؟ اولا ما تشغلش بالك بالميزان خالص، يعني الميزان ده مش مقياس لاي حاجه. في ناس كل ما يحصل معاها حاجه تطلع تجري على الميزان، اكلت اكله، شربت شرب، يصحى من النوم يشرب قهوه، يعمل مش عارف ايه، يطلع يجري على الميزان يوزن نفسه، يتمرن تمرين حلوه يطلع يجري يوزن نفسه، مش عارف ايه. فاللي انت بتعمله ده مش مقياس ليك خالص. اللي انت بتعمله ده غلط جدا وهيخوفك وهيعلي هرمون الكورتيزول في جسمك بسبب التوتر. انا زدت نص كيلو، انا زدت كيلو، انا زدت مش عارف ايه. كل اللي انت بتعمله ده غلط. الميزان مش مقياس وما تحطوش في بالك خالص طالما المقاسات بتتغير معاك. طيب انا دلوقتي المقاسات بتتغير في جسمي، يعني انا معايا مزوره بقيس بيها محيط وسطي، محيط دراعي، محيط رجلي. لو المقاسات بتتغير فعلا يبقى انا الدايت اللي انا ماشي عليه مظبوط. طيب لو في ثبات في الوزن وثبات في المقاسات يبقى كده في حاجه غلط انت بتعملها، وده موضوع حلقتنا النهارده. فاول حاجه هعملها ان انا مش هركز على الميزان خالص، مش هتابع الميزان. تاني حاجه هعملها هعرف وافهم كويس ان انا وانا بعمل دايت هيبقى في مرحلة وزني هينزل فيها بسرعة، اللي هي أول مرحلة اللي جسمك بيكون معبي فيها مية مع الدهون. فجسمك وانت عامل دايت بينزل مية ودهون. وركز معايا شوية عشان أفهم الناس وأوصل للناس معلومة هي تايهة عنهم شوية. دلوقتي أنا واحد مش عامل دايت، بدخل في يومي أكتر من 4000 سعر حراري، باكل كل اللي أنا نفسي فيه، عمال آكل آكل آكل. فالسعرات الحرارية الكتير دي ما باجي أقللها مرة واحدة عشان أعمل دايت بيحصل نزول في الوزن سريع. طيب انا بعد كده وانا بقللها انا بوصل لسعرات الثبات بتاعتي او السعرات اللي انا اقدر احرق منها. طيب انا جسمي بيأقلم نفسه على الوضع ده، وده طبيعي جدا، جسمك ذكي جدا فبيأقلم نفسه ان هو يمشي مع السعرات دي ويتحرك معاها ويبتدي ان هو يكيف جسمه عليها. فالحرق مش هقولك ان الحرق بيقل، بس الجسم بياخد مخزون الدهون او الدهون اللي موجوده عنده دي بيحاول ما يفرطش فيه على قد ما يقدر، لان هي بالنسبه له هي مخزون الطاقه. الدهون دي بالنسبه له هي قوه نفسها. هي ايه؟ انا لو ما عنديش دهون هاخد طاقه من ايه؟ فبيفرط في فمش عايز يفرط في اخر حبه دهون اللي هم موجودين فيه دول. بيبتدي بقى ان هو يحصل ايه بعد ما تعمل دايت مده كبيره. انا بتكلم مثلا ان واحد عمل دايت لمده 3 شهور، اول 3 شهور شاف تحسن كبير وخس كويس، بعد كده جاله شويه دهون، الدهون السفليه دي ودهون الجناب. هو خلاص جسمه بقى حلو من فوق الهدوم، بس من تحت الهدوم في شويه دهون في البطن السفليه، دهون الجناب، دهون في الدراعات، ايا كان. الحاجات دي مضايقاه وهو واقف عند المرحله دي وحس ان هو خلاص فشل. لا بالعكس، ده طبيعي جدا، وجسمك في المرحله دي بيكون صعب عليه ان هو يفرط في الدهون غير لما تطمنه وتفهمه ان الدهون دي هتخش لك من مصدر خارجي زي الدهون الصحيه، وان انا هديك اكلك باستمرار في مواعيد معينه، وهبتدي ان انا اغير في شويه عادات صغيره بعملها في يومي، او عادات صغيره انا بعملها في يومي ممكن تقلل معايا الحرق وتوقفني في المرحله دي اطول مده. وخلي بالك المرحله دي هي المرحله اللي كل الناس بتقع فيها. يعني تلاقي واحد عمل دايت كويس جدا وخس جدا، بعد كده يرجع تاني يتخن، يروح جاي عامل دايت ويرجع تاني يتخن، يعمل دايت ويرجع تاني يتخن. ليه؟ بسبب ان هو بيجي عند مرحله ثبات الوزن دي وييأس منها او يوقف كل اللي هو بيعمله عشان هو مش شايف تطور. انا المرحله دي هقسمها لك على كذا حاجه وافهمك انت ايه اكبر غلطات انت بتعملها في المرحله دي، وايه الحاجه اللي انت ممكن تعملها تفرق معاك تخلي وزنك يتطور بسرعه، وكذلك عضلاتك لو انت بتتمرن جيم. اول حاجه النوم اقل من 6 ساعات. النوم اقل من 6 ساعات والستريس اللي بيحصل في الشغل ده بيعلي في جسمك حاجه اسمها الكورتيزول. هرمون الكورتيزول ده هو هرمون التوتر او هرمون القلق. لما هرمون الكورتيزول ده بيعلى في جسمك هو اخطر
من اي اكل دخل جسمك بيتخن. الهرمون ده بيتخن جدا جدا جدا، وبيلخبط هرموناتك، وبيعمل مشاكل كبيرة جدا في كل حاجة بتحصل في جسمك، في الحرق عموما، في زيادة الوزن. هو بيزود الوزن جدا. ففكرة ان انت تنام اقل من 6 ساعات ده بيقلل بيعلي هرمون الكورتيزول. فكرة ان انت يبقى عندك ستريس موجود في الشغل طول الوقت، انت مضغوط طول الوقت، حاسس ان في مشاكل في الشغل، انت طول الوقت قلقان، طول الوقت عندك حاجة قلقاك، ده هيتخنك. فكرة ان انت ما تعرفش تسيطر على هرمون الكورتيزول لما يعلى في جسمك، دي مشكلة كبيرة جدا. وانت لازم تتعلم ازاي تسيطر على هرمون الكورتيزول ده بان انت تعمل تمارين مديتيشن او تمارين تنفس. عارف الناس اللي هم بيقعدوا مع نفسهم ربع ساعة كده، اول ما يصحى ياخد نفس كبير من مناخيره ويطلعه بالراحة من بقه، يبتدي يفكر في كل حاجة ايجابية، يبتدي يقول لنفسه كلام ايجابي. الحاجات دي على فكرة بتفرق جدا. الكلام ده مش كلام وخلاص، ولا هي حاجة احنا بنسمعها وندير وشنا عنها. انت لو جربت الموضوع ده هيفرق معاك جدا. الناس اللي بيقعدوا يتنفسوا، يقف قدام مراية يقول لنفسه انا قوي، انا ذكي، انا مش عارف ايه، والله والله فعلا الحاجات دي بتفرق بجد. مش بتكلم عن مديتيشن ان هو الناس اللي بيقعدوا يطلعوا دباديب من السماء ويقعد يرسم على السماء مش عارف ايه وبتاع، لا، انا بتكلم عن مديتيشن اللي هو انت قاعد بتدي نفسك طاقة وانت نازل الشغل، بتدي نفسك قوة، وحاجات دي هتخليك شخص ناجح اصلا، غير موضوع ان انت تخس وكده. جوه كل واحد فينا نسخة أقوى أنجح نسخة لسه ما ظهرتش. الفرق بينك وبين النسخة دي قرار إن أنت تبدأ تلتزم، قرار إن أنت تغير كل حاجة. أنا محمد أشرف، مدرب معتمد، وهساعدك إن أنت توصل لهدفك بخطة تدريبية معينة، بخطة تغذية مخصوصة ليك، وهمشي معاك خطوة بخطوة أونلاين لحد ما توصل لحلمك. خلي هدفك حقيقي وابدأ الرحلة. طيب حاجة تانية بقى، وهي برضو من أخطر الحاجات اللي احنا بنعملها ومش بناخد بالنا منها، ودي شائعة جدا، إن أنت تلاقي حد بيدخل سناك صغير جدا في وجباته، بس هو سعرات عالية جدا. يقول لك مثلا انا باكل شويه سوداني، انا باكل باكت بطاطس، والله هو شويه قد كده، مش كتير. هتلاقي بيعمل معاك سعرات عاليه جدا. تلاقي حد مثلا يقول لك والله لا، ده سندوتش فول، انا ما بعملش حاجه. ما هو سندوتش الفول ده كارثه، كارثه، ده غرقان في الزيت. الطعميه دي بتستحمى في الزيت، انت متخيل؟ دي حاجه بتنزل تقعد تعوم كده في الزيت وانت بتاكلها. فاحنا ما تستهونش بحاجه داخله بقك. حته الجاتوه قد كده وهتلاقي سعراتها 500 600 سعر، انت فاهم؟ الشوكولاته الصغننه دي سعراتها 350 و400. فما تستهونش باي سناك صغير انت بتدخله في يومك. مفيش حد يقول لك خد دي مش هتفرق في الدايت، لا هتفرق، هتفرق، انا بقول لك هتفرق. انا كان عندي حد بيتمرن معايا، كان عامل مستوى كويس جدا، وكان عامل دايت كويس جدا في التمرين، بس عنده دهون في بطنه مش بتنزل. ايه السبب؟ الاستاذ متعود ان هو بعد التمرين بيجيب سوداني وياكله ويفضل العادة دي مستمرة عنده. واحد صاحبه قال له عليها وقال له ان هي بتبني عضلات، وده مش صح على فكرة. انت بعد التمرين محتاج بروتين، مش محتاج دهون صحية. العادة دي خطر. خليته السوداني سعراته عالية، السوداني دهون صحية، ما ينفعش ناكل منه بكمية عالية، او مكسرات عموما هي مفيدة بس ما ينفعش ندخلها في جسمنا بكمية عالية. فالأستاذ ده حصل له ثبات في الوزن، وحصل له زيادة دهون مع الوقت، وهو مش واخد باله، لأن هو بيدخل سعراته عادية خالص، وناسي إن الموضوع ده من سعراته، هو بيطلع القصة دي بره سعراته، فهتحصل معاك مشكلة. دي غلطة برضو شائعة وبتحصل كتير. كان عندي حد ماشي على نظام دايت كويس، وعشان عنده مناسبة قريبة، فحب ان هو يشغل دماغه، فابتدى ان هو ينزل عن النظام اللي انا كاتبه له او عن الحاجات اللي احنا كاتبينها. فابتدى ان هو يقلل في الحاجات، فنزل عن السعرات الاساسية اللي احنا متفقين عليها، اللي هي البي ام ار. نزل عن السعرات اللي هي اصلا اللي جسمه بيحتاجها عشان البقاء، السعرات اللي الجسم بيحتاجها عشان خاطر الرئة تتحرك والمخ يشتغل والقلب يضخ دم. الموقف ده خلى ايه اللي يحصل؟ حصل لجسمه مجاعة، وحصل لجسمه هبوط، وحصل عدم انتظام في نبضات القلب. فحاول على قد ما تقدر وانت بتعمل دايت تخلي بالك كويس قوي من الحاجات اللي انت بتعملها ومن الخطوات اللي انت بتعملها، وتقرأ وتفهم وتسأل مدربك او الدكتور اللي بيتابع معاك عن كل تفصيلة موجودة في الدايت، هي موجودة ليه، ولو شلتها ابدلها بايه عشان تعرف تخس. كل ما يكون عندنا معلومات اكتر عن الموضوع، كل ما يبقى شكل جسمنا حلو، وكل ما نخس اسرع. كل ما المعلومات تبعد عننا ونبتدي ان احنا نفرط فيها او ما نفهمهاش كويس، كل ما هنبقى بننزل بشكل اوحش او بيحصل لنا مشكلة كبيرة. اخر حاجة ودي الحاجة الاهم،
ان في ناس معينة لقت تطور في شكل جسمها كويس وابتدى ان هو يمشي على نظام تمرين معين، فخد نظام التمرين ده هي حاجة أساسية، خلاص كتاب أنا همشي عليه. طالما شاف منه تطور هيفضل بقى كل يوم ماشي على نفس نظام التمرين بتاعه، وده طبعا غلط. انت جسمك مجرد ما يتكيف على التمرين ويتعود عليه ويبتدي يأثر في شكل جسمه، نغير التمرين عشان جسمك ما يتعودش عليه. لأن مهما كان نظام تمرينك صعب جسمك بيتأقلم عليه. جسمك لما بيتأقلم عليه وبيتكيف عليه بيبتدي ان هو ما يحصلوش فعلا تطور. فانت ممكن تكون انت حاسس ان مفيش تطور وفعلا مفيش تطور بسبب الحاجات اللي احنا قلناها، ودي اهمهم اللي انا بتكلم فيها. طيب يا كابتن انا حاسس ان النظام اللي انا عامله هو كويس ولامم كل عضلات الجسم وانا شغال فيه كويس جدا، ازاي ان انا احافظ على النظام بتاعي ده وفي نفس الوقت اعمل فيه تغيير؟ هعمل فيه تغيير عن طريق كذا حاجة. أول حاجة أنا ممكن أزود الكارديو شوية. تاني حاجة أنا ممكن أزود العدات لو مش هتعرف تزود الأوزان. تالت حاجة هتزود الأوزان لحاجة اسمها بروجريسيف اوفرلود، ودي حاجة هنشرحها برضو. رابع حاجة أنا بغير التيمبو بتاع التمرين، اللي هو العدة نفسها شكلها عامل ازاي. يعني في حاجة واحد بيعمل كده بسرعة لواحد بيعمل كده بالراحة وبينزل بالراحة. التيمبو ده بيطور في العضلة. ممكن ندخل شوية ثبات، ممكن تقسم تمرينك ل3 شهور، تعمل خطة لمدة 3 شهور ان انت تعمل شهر بتشيل فيه اوزان تقيلة جدا من 4 ل6 عدات. الشهر اللي بعده بتشيل فيه اوزان خفيفة جدا وبتعمل تكرارات عالية. الشهر اللي بعده بتعمل تكرارات متوسطة بأوزان متوسطة. وطبعا انت لو محتاج اي حاجة احنا ارقامنا على الشاشة وهنتابع مع بعض. واخر حاجة بقى احنا بنعملها غلط، ان احنا بنمشي على سعراتنا لفترة طويلة ومش بنعمل حاجة اسمها ريفيت داي، او مش بنعمل يوم، مش هقولك فري لان احنا مش بنعمل فري خالص، احنا بنعمل يوم اسمه ريفيت. لو انا ماشي على نظام مثلا لو كارب مش باكل كارب كويس، باجي في يوم واعلي كارب جامد بس طبعا بشكل محسوب على قد سعراتي. يعني انت ممكن تشوف سعراتك قد ايه في اليوم وتاخد على قدها بالظبط، لان الطبيعي ان احنا بناخد اقل من سعراتنا ب 500 وكمان بنقلل الكارب. لا انت هيجي عليك يوم هتحط فيه كارب عالي جدا وهتحط فيه سعراتك على قد بالظبط، فاليوم ده هيكون زي ريفرش كده جسمك، وهتلاقي عضلاتك نفشت، عروقك طلعت، وشكلك هيبقى احلى بكتير. واليوم ده من اسبوع ل10 ايام ان شاء الله تعمله هتشوف نتيجة كويسة جدا. دي كل الحاجات اللي ممكن انت تكون بتعملها تكون بتسبب زيادة في الوزن. هناخد فاصل صغير ونرجع مع بعض تاني. جوه كل واحد فينا نسخة أقوى أنجح نسخة لسه ما ظهرتش. الفرق بينك وبين النسخة دي قرار إن أنت تبدأ تلتزم، قرار إن أنت تغير كل حاجة. أنا محمد أشرف، مدرب معتمد، وهساعدك إن أنت توصل لهدفك بخطة تدريبية معينة، بخطة تغذية مخصوصة ليك، وهمشي معاك خطوة بخطوة أونلاين لحد ما توصل لحلمك. خلي هدفك حقيقي وابدأ الرحلة. ورجعنا تاني وهنتكلم في أهم نقطة دلوقتي، وهي النفسية اللي الناس بتهمل التفكير فيها أو الناس ما بتاخدش بالها منها. أكتر حاجة ممكن توقعك وأنت بتعمل دايت هي الناس اللي حواليك. الناس اللي حواليك والنفسية هي أكتر حاجة ممكن توقعك وأنت بتعمل دايت. ممكن تلاقي حد بيقول لك وزنك زايد، ممكن تلاقي حد بيتنمر عليك، ممكن تلاقي حد بيجرك لحته انت مش عايزها. يعني ممكن في ناس كده اللي هو سبحان الله تقول له انا عامل دايت النهارده، يقول لك طب انا عازمك على كنتاكي. يا عم انا بقول لك عامل دايت النهارده، تخش تقول لوالدتك انا عامل دايت النهارده فتعمل لك محشي. الناس اللي حواليك كلهم او الحاجات المحيطه بيك او البيئه المحيطه بيك دي هي اكتر حاجه بتاثر عليك فتره الدايت. لو ما كنتش عامل زي الذئب كده وحيد بتعرف تشق طريقك لوحدك، انت عمرك ما هتاخد اي خطوه تانية. لازم تتعلم تاخد الخطوات اللي بتخليك تعمل الحاجة لوحدك. على فكرة مش بتكلم على الدايت بس، عشان تكون شخص ناجح في حياتك لازم تتعلم تنجح لوحدك. ما تستناش حد يشدك او ياخدك في حاجة معينة. يعني ما تستناش مثلا عشان تروح الجيم او تنزل تتمرن واحد صاحبك يشجعك، لان صاحبك ده لو كسل انت كمان هتكسل. الافضل ان انت تعود نفسك ان الجيم ده يكون حاجة عادية او عادة يومية من عاداتك بعد التمرين مثلا،
بعد الشغل مثلا بتروح تتمرن. فالبيئة المحيطة دي حاجة مهمة جدا، ومهم جدا ان انت تفهم ان اللي حواليك مش هيشوفوا نجاح اللي انت وصلت له، ده اولا. ثانيا مش هيشوفوا الرحلة اللي انت مشيتها، هم هيشوفوا النجاح اللي انت وصلت له. الرحلة اللي انت مشيتها دي لازم وانت مجبر ان انت تمشيها لوحدك. حاول على قد ما تقدر بقى الحاجات المحيطة بيك او البيئة المحيطة بيك، حاول على قد ما تقدر ان انت تستغنى عنها وتتحرك انت لوحدك. يعني بمعنى اصح، انا هعود نفسي ان الجيم هيكون عادة اساسية في يومي، هعود نفسي ان الدايت والاكل الصحي اللي انا باكله انا هعود نفسي ان انا اخده معايا في كل مكان بروحه، وهحضر وجبات للاسبوع كله. يعني في ناس بتعمل ايه عشان يعود نفسه على الدايت وما يكسرش النظام بتاعه؟ بيجيب وجبات الاسبوع كلها وبيجهزها في البيت يوم اجازته، وكل يوم وهو نازل الشغل بياخد معاه بوكس فيه الوجبات بتاعته بتاعت الشغل، فاكهة، الحاجات الدايت، البروتينات والحاجات دي بيكون مجهزة. حتى لو احنا طلعنا مع اصحابنا رايحين في حتة، رايحين الجامعة، رايحين الشغل، بناخد معانا برضو الوجبات بتاعتنا. تاني حاجة بقى، والحاجة الأساسية والمهمة جدا، إن أنت لو نفسيتك باظت وقت الدايت، يعني أنت مثلا بتعمل دايت بس أنت زعلت من حاجة، فالدايت مش هيكون مظبوط 100%. زي ما اتكلمنا في أول حلقة، هرمون الكورتيزول هيعلى. حاجة تانية، ما تخليش اللي حواليك يبتدوا يأثروا فيك ويتكلموا كلام يخليك تحبط من اللي انت بتعمله. يا عم دايت ايه؟ يا عم هو احنا لسه هناكل اكل؟ ما احنا طول عمرنا بناكل وما بيحصلناش حاجه. ما فلان بياكل وما بيخسش، ما مش عارف ايه. كل الحاجات اللي بتتقالك دي هتأثر عليك ومش هتخليك توصل لنتيجه كويسه في حياتك. حاول على قد ما تقدر تخلي عندك هدف، وتبتدي تكلم نفسك زي ما اتكلمنا في أول حلقة بكلام تحفيزي، كلام من نوع مثلا أنا هخس، أنا هوصل، أنا قوي، لأن أنت جسمك فعلا بيصدق الكلام اللي أنت بتقوله. على فكرة دي مش خرافة، ودي مش حاجة مش منتشرة وحاجة مش شائعة. لا، هو فعلا دي حاجة منتشرة وشائعة بره جدا، إن الناس وهم بيتكلموا مع نفسهم بيتكلموا بإيجابية. لو انت اتكلمت مع نفسك بإيجابية هتشوف نتيجة مش طبيعية. ولو انت حطيت في دماغك ان انت هتعمل حاجة او شفت نفسك في شكل معين بعد 3 شهور او 4 شهور، انت هتتحفز. يعني انت تخيل كده وانت قاعد معايا دلوقتي ان انت بعد 3 شهور اشتريت طقم انت كان نفسك فيه، بدأت تمشي في وسط الناس وانت ظهرك مفروض وعندك ثقة في نفسك وبتتحرك بأريحية. كل الحاجات دي انت لما تحطها في بالك وتتخيلها هتلاقيها على أرض الواقع حرفيا بتحصل معاك. طيب خلينا بقى نتكلم في حاجة تانية خالص، وهي المايند ماسل كونكشن. المايند ماسل كونكشن ده هو التوافق العضلي العصبي اللي انت بتدي اوردرات من دماغك لجسمك وقت التمرين او في اوقات معينة. طيب خلينا ناخد مثال، مثلا الاتنين بيجروا مسافة كبيرة. واحد بيجري وهو حاطط السماعات في ودنه، وواحد تاني بيجري وهو مركز في تمارين التنفس. هل الاتنين هيوصلوا لنتيجة واحدة؟ لا.
اتعمل كذا بحث على كذا شخص عشان يشوفوا الموضوع ده، والابحاث كلها اشارت ان الناس اللي بتجري وهم مركزين في تمارين التنفس، اللي هم مركزين في الحاجه اللي هم بيعملوها، دول نجحوا اكتر من الناس اللي هم ما بيبقوش مركزين وبيسمعوا اغاني او بيفكروا في حاجه تانية. هنعمل مع بعض تمرين صغير كده وانت قاعد معايا، ونجرب بيه الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه. جرب كده تفرد دراعك وتشد دراعك بالراحه وتشوف ايه اللي هيحصل، وجرب تخلي دماغك تدي لدراعك اوردر ان هو يشد دراعك بشكل معين وانت مركز على عضلة الباي في دماغك وانت بتفكر. هتلاقي ان المرة التانية انت حاسس بالعضلة وحاسس بكل حاجة بتحصل في العضلة. كذلك بقى وانت بتتمرن جيم، انا مثلا بلعب لاب بول داون او بلعب بوش مثلا بالدمبل او حاجة، كل حاجة انا بعملها ببقى عارف العضلة اللي هتركز عليها، وببقى بفكر فيها وانا بتمرن، وبخلي العضلة دي هي اللي تدي الاوردر مش اي حاجة تانية. تمام؟ لان في عضلات مساعدة لكل تمرين. فانا مثلا لو بعمل تمرين بنش بريس مثلا وبزق وانا مش مركز، عضلات دراعي هتزق مع الجسم. لكن لو انا ركزت على عضلة معينة اللي هي اللي بتزق، او الشيست اللي هو اللي بيزق، هتلاقي نفسك وصلت لنتيجة كويسة جدا، وانت هتحسها والله الموضوع ده يفرق معاك جدا في التمرين. طيب في حاجات بقى صغيرة كده بتحصل معانا، ودي بتكون زي لحظات ضعف بنمر بيها، اللي هو انت بتيجي تقف تقعد تقول لنفسك انا ضعيف، انا فاشل، انا مش هوصل لحاجة معينة، انا ما فيش تطور، انا خلاص خليني كده وخلاص، ما انا كده كده تخين، ما انا كده كده مش عارف ايه. الكلام ده انت لو حطيت نفسك فيه مش هتطلع منه. ايه اللي بيخلي واحد بقاله فترة كبيرة مثلا وزنه زايد، وانت تعرفه بقالك 3 سنين ما شفتهوش، لمدة سنة ترجع تلاقي نفس الشخص هو بنفس الوزن الزايد بنفس كل حاجة؟ ان الشخص ده حبس نفسه جوه افكاره، حبس نفسه جوه عقله. الكلام ده مش في الجيم بس، مش في اللي احنا بنعمله في حياتك عموما. انت اوقات كده معينة بتحبس نفسك جوه حاجات معينة، الحاجات دي بتدمرك كشخص، بتدمرك، بتبوظ لك فرص كتير لحاجات انت بتعملها، بتخليك تخسر حاجات مهمة كتير جدا. زي مثلا انت مش واثق في نفسك فما نزلتش تعمل انترفيو في شركة كبيرة فتخسر شغل كان هيجيلك. زي ان انت مش واثق في نفسك في التمرين، زي ان انت مش حاسس ان الجيم هيجيب معاك نتيجة. الكلام اللي انت بتقوله لنفسك جسمك بيصدقه، وانت لازم تفهم كده كويس وتبتدي تتعامل مع جسمك على الاساس ده. تبتدي ان انت تحط لنفسك رولز او قواعد وقوانين في دماغك، وتبتدي تفتح بيبان امل. طول الوقت انت حاسس ان انا هنجح، انا هوصل لحته معينه، لا انا شخص كويس، لا انا هعمل، لا انا هسوي. فحاول على قد ما تقدر تربط عقلك بالحاجه اللي انت بتعملها. خليك معايا كده وركز معايا كويس قوي، ان انت كل يوم ما تصحى من النوم الصبح تتخيل شكلك قدام وانت خاسس وجسمك كويس وعامل حاجه كويسه، وان شاء الله باذن الله هتلاقي نتيجه كويسه جدا، ونفسك هتتفتح على اللي انت بتعمله، وهتبقى طول اليوم كده جاهز ان انت تعمل دايت. كل ما تبقى جاهز اكتر نفسيا، كل ما تتشجع اكتر وتعمل نتيجة كويسة وتلاقي نفسك عامل حاجة كويسة. وكل لما يتفتح لك باب في دماغك ان انت تاكل اكل unhealthy او اكل ممكن يضرك، حاول على قد ما تقدر تقفل الباب ده. يعني ما تخليش يجي في دماغك اقتراح ان انا اكل حاجة فيها زيت، او حاجة فيها دهون، او حاجة فيها سكر، او ما تخليش الاقتراح يجي، ما تخليش يعدي عليك. حاول على قد ما تقدر اول ما يجي يعدي كده اقلب الموضوع لحاجة صحية على طول. كده احنا خلصنا الحلقة بتاعتنا، وهنخش بقى على فقرة الأسئلة ونشوف الموضوع هيمشي ازاي. طيب حد تاني بيسألني بيقول لي احنا عندنا اجازة في العيد وعايز اكل فيها حاجة مسكرة حتى مرة واحدة بس، انا بقالي كتير قوي عامل دايت وعايز اخد زي يوم فري كده. بص، طب احنا ما بناخدش فري بشكل مباشر عشان ما يحصلش لخبطة في الهرمونات، وعشان ما نعليش سكر في جسمنا بشكل عالي. احنا بناخد الفري ده اللي هو حاجة مسكرة كده، او شوف انت نفسك رايحة لايه، بعد الوجبة الأساسية بتاعتك بنص ساعة. بس انا مش باكل اكله جامده يعني. ويفضل ان حاجه ان انت هتاكلها تاكل معاها شويه مكسرات، شويه خضروات، تشرب قبلها كوبايه ميه كويسه كبيره كده. فحاول على قد ما تقدر، خلاص انت عامل نظام غذائي وجات مناسبه انت هتعك فيها او هتاكل اكل مش كويس هتبوظ الدنيا، هتشرب كوبايه ميه مثلا، هتاكل خضروات، وبعد كده تبتدي تاكل الحاجة اللي انت هتاكلها، وعلى قد كف ايدك كده بس، ما تفضلش ورا بعض. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وان شاء الله اشوفكم في حلقات تانية كتير، وبإذن الله انت هتشوف تطور جدا مع الحاجات اللي احنا قلناها. في الاخر صحتك النفسية زي صحتك الجسدية لازم تهتم بيها عشان تشوف نتيجة كويسة. لازم تعمل muscle mind connection، لازم تخلي عقلك يتواصل مع عضلاتك بشكل مباشر عشان تقدر توصل لنتيجة كويسة.
جوه كل واحد فينا نسخة أقوى أنجح نسخة لسه ما ظهرتش. الفرق بينك وبين النسخة دي قرار إن أنت تبدأ تلتزم، قرار إن أنت تغير كل حاجة. أنا محمد أشرف، مدرب معتمد، وهساعدك إن أنت توصل لهدفك بخطة تدريبية معينة، بخطة تغذية مخصوصة ليك، وهمشي معاك خطوة بخطوة أونلاين لحد ما توصل لحلمك. خلي هدفك حقيقي وابدأ الرحلة.